فيه، انظر إلى علويه، انظر إلى سفليه، انظر إلى الأرض، انظر إلى الأرض انظر إلى السماء من العرش، وانظر إلى الأرض من الفرش. والله الذي لا إله غيره لو تدبرت وتحققت لوحدت الله جل وعلا، لآمنت به سبحانه. يقول رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك وهو على غير الإسلام، ليس مسلما، يقول إن وضع الأجرام السماوية في الكون ليس مصادفة عشواء. أنا عاوز حضرتك تركز في كل لفظة. إن وضع الأجرام السماوية في الكون ليس مصادفة عشواء، وإنما هي موضوعة بحسبان. ترجمة حرفية لكلام الرجل، وإنما هي موضوعة بحسبان. وربنا جل وعلا يقول الشمس والقمر بحسبان. يقول الرجل وإنما هي موضوعة بحسبان. ثم قال بالبحث العلمي بالتجربة العلمية، يقول لو أن القمر ترك مداره الذي وضعه الله فيه وسيره الله فيه، لو أن القمر، كلام الرجل، لو أن القمر ترك مداره واقترب من الأرض قليلا لاختلت حركة المد والجزر على سطح الأرض فغرق كل حي على ظهرها. ولو أن الشمس تركت مدارها واقتربت من الأرض قليلا لاحترق كل حي على ظهر الأرض. ولو تركت الشمس مدارها وارتفعت عن مدارها قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الله الله. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله. قال جل علاه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض يلا انزل اهبط إلى هنا. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الله أكبر الله أكبر. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب أفلا يشكرون. سبحان الله. وقال جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من الذي بدأ هذا الخلق كله بكلمة كن ويعيده أيضا بكلمة كن. فقضاء الله كلمة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون. وكما قال جل وعلا في حديثه القدسي: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما تكذيبه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. أيها الأفاضل، أيها الأفاضل، لو عشنا مع القرآن والله الذي لا إله غيره لطالت ليلتنا، وما أجملها والله من إطالة. لكنني كما قلت لا يمكن أن تعرف الله إلا إذا عدت إلى كلام الله وهو يحدثك بذاته عن ذاته. ثم إن أردت المزيد فعليك أن ترجع إلى كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف الخلق بربه جل جلاله. يقول في بعض الأحاديث السريعة التي يحدثنا فيها عن الله جل علاه، يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام، الله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، خلي بالكم من الرواية الجميلة دي، قال أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. قال: فجاءه رجل من البادية يوما فقال: يا محمد. وأهل البادية فيهم جفاء وفيهم شدة وغلظة، فالأعراب ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، أتانا رسولك، أتانا رسولك، أي أتانا الرجل الذي أرسلته إلينا رسولا من قبلك ليبلغنا عنك بعد البلاغ عن الله جل وعلا. أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. يا لهجة شديدة جدا ولغة قوية جدا. أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال الصادق بكل أدب وكل تواضع، قال: صدق. ما عنف الرجل وما وبخه وما حقره وما سفه وما اعترض على منطقه، وإنما قال بكل أدب: صدق، أي صدق هذا الرسول الذي أرسلته إليكم وبلغكم هذا، صدق. فقال الأعرابي: يا محمد، من الذي خلق السماء؟ اسمع إلى الإجابات النبوية البديعة. قال الأعرابي: يا محمد، من الذي خلق السماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فقال الأعرابي: من الذي خلق الأرض؟ فقال النبي: الله. فقال الأعرابي: من الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال النبي: الله. فقال الأعرابي: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك. يا الله، يا الله، إيه ده؟ إيه البلاغة دي؟ بعد هذا يقول: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال: نعم. صلى الله وسلم وبارك عليه، على سيد المتواضعين. قال: نعم. فقال الأعرابي: وزعم رسولك تاني، وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. فقال النبي: صدق. فقال الأعرابي: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بذلك؟
قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في عامنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بذلك؟ قال نعم. فقال الأعرابي والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال